يا صباح الخير على كل اللي بيتابعني واللي مش بيتابعني وما يعرفنيش واول مره يشوفني. انا لونا. وصفة النهاردة للناس المستعجلة. لو عايزة أكلة حلوة في دقايق يبقى طاسة الكبد والقوانص بأسهل وأسرع طريقة. طعمها خطير. حضري يلا العيش بقى وركزي معايا ويلا بينا نبدأ. متنسيش لو عجبك الفيديو تعملي لايك وتعملي اشتراك للقناة وتفعلي الجرس علشان يوصلك كل الفيديوهات الجديدة. الله بقى، الله على الجمال. عيش بقى بلدي، عيش فينو، اللي انتوا حابينه. بس الاكله دي ما تتاكلش الا بعيش، يعني اهم حاجه عيش. شايفين الجمال؟ تحفه. كانت لسه على النار ولسه مطلعاها وطافيه عليها حالا. شايفين شكلها؟ يعني يخلي نفسك لو انتي مش جعانه هيفتح نفسك على طول على الاكل. اول حاجه انا عندي طبعا الكبد والقوانص بنغسلهم كويس جدا. الكبد بتتنقع نص ساعه في اللبن علشان تنزل كل السموم منها. دي اهم حاجه، دي خطوه مهمه. وطبعا القوانص نغسلها كويس ونصفيهم. بعد كده بقطعهم زي ما انتم شايفين قطع بالشكل ده. اول حاجه بحط على في الطاسه زيت وبنزل بالقوانص. يعني انا بسوي الاول القوانص على في الزيت بدون اي اضافات خالص. وبعدين اول ما بتستوي بقوم نازله بالكبده بتاعتي. ليه بنزل بالقوانص الاول؟ علشان القوانص بتاخد سوا وبتحتاج وقت اطول من الكبده. اما الكبد بتكون سريعه جدا وبتستوي بسرعه. فطبعا ما ينفعش احطها هي في الاول فتتهري معايا وهتبقى مش هتلاقيها اصلا، هتلاقيها اتفتفتت خالص. فعشان كده بنزل بالقوانص الاول علشان اسيب لها وقت وتاخد سوا بتاعها. بعد كده اول ما بلاقيهم بقى هم استووا كده عقبال ما ياخدوا لون، بجيب هنا كام فص توم وبفرم معاهم قرن فلفل اخضر. طبعا لو حابين فلفل حامي زي ما انتوا حابين. وبنزل بقى بيهم كده على الكبد والقوانص. شايفين ده لونها؟ هي اصلا كده استوت معايا. بقلبها بقى تقلبتين كده وبعدين بجيب بقى التوابل بتاعتي بنزل بيها. عبارة عن مكعب مرق الدجاج وتوم باودر وبصل باودر، معلقة من ده ومعلقة من ده ومعلقة بابريكا ونص معلقة صغيرة من الكاري. دي كده كل البهارات بتاعتي. وبنزل كمان بحاجة إضافية بتديها طعم خطير، معلقة هي معلقة من الكزبرة الناشفة بتديها طعم حلو قوي. بعدين هنا بجيب بصل، بصلايه وفلفل واقطعهم كده تقطيع مكعبات عشوائي. وبنزل بيهم بقى في الاخر خالص زي ما انتوا شايفين مع التوابل. وبديهم بقى تقلبتين تلاتة بس، يعني بالظبط بسيبها على النار 5 دقايق عشان انا عايزة البصل والفلفل يفضل زي ما هو موجود وما يتبلش معايا، بيبقى ملوش طعم خالص. انا عايزاه زي ما انتوا شايفين كده. شايفين هي كده استوت؟ بقت تحفة. البصل والفلفل خدوا تشويحة وفي نفس الوقت لسه زي كده عارفين زي الكبدة الاسكندراني كده نفس الفكرة. فكده بيبقى ليهم طعم حلو قوي في السندوتشات. ونحضر بقى العيش وطحينة سلطة اي حاجة، بس اكلة سهلة وسريعة وكمان خطيرة. وبألف هنا.